بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الزمالك سبورت في كل مكان. أهلا بيكم في أولى حلقات الزمالك سبورت. أتمنى كده في البداية لايك واشتراك في القناة عشان يصلك كل أخبار نادينا الملكي نادي الزمالك. وهبدأ معاك بعودة أشرف بن شرقي لنادي الزمالك، وخليني أقول لك الحكاية كده من أولها. من بداية فترة الإعداد الأهلاوي في تونس، أشرف بن شرقي كان أبلغ زملائه في الفريق بأنه مش عاوز يعني يكمل عقده مع الاهلي، وعاوز يفسخ العقد من طرف واحد، وراجل يشوف له فريق تاني يدور عليه عشان يلعب معاه باقي الموسم. وبالفعل الراجل ابلغ وكيله بانه مش هيكمل عقده مع الاهلي، والراجل هيرحل في يناير عن الاهلي. فبالتالي الوكيل يدور لعروض للاعب، وتم عرض اللاعب لاكتر من نادي في الخليج وحتى في مصر، ومن ضمنهم نادي الزمالك، وعرضوا العودة بن شرقي لنادي الزمالك. نادي الزمالك ما يعني ايه ابدى رغبة في عودة اشرف بن شرقي، ولكن المشكلة الكبرى ان اللاعب يفسخ عقده مع الاهلي ويجي نادي الزمالك من جديد. دي المعضلة الكبرى في عودة اشرف بن شرقي لنادي الزمالك. وكيل اللاعب مخلص كل حاجة مع نادي الزمالك، والناس يعني في الزمالك ابدوا ترحيب بعودة اشرف بن شرقي، وخلاص يعني في جلسات هتتعمل في شهر 12 اللي جاي باذن الله، عشان يعني اللاعب هيكون فاضي في الاوقات دي. اللاعب هيحضر جلسات مع جون ادوارد وعبد الرحمن اسماعيل مدير التعاقدات بنادي الزمالك، عشان ينهي كافة الامور التعاقدية مع نادي الزمالك، ويتم الاعلان عنه كصفقة جديدة لنادي الزمالك في يناير باذن الله. اكتب لنا رايك في التعليقات عن عودة اشرف بن شرقي لنادي الزمالك، وهل هيكون مفيد او مش هيكون اضافة لنادي الزمالك. كمان معانا خبر اخر من عند احمد شوبير الاعلامي في قناة الاهلي. نادي الزمالك يعني حاليا بيدرس بعض الفيديوهات عن احمد شوبير والمشاكل اللي بيثيرها داخل نادي الزمالك، وهيتم يعني كده هيتم تقديم شكوى ضد احمد شوبير عشان احتمال انه يسكتوه من اثارة الجدل في نادي الزمالك. والمجلس الاعلى للاعلام لو ما اخدش الشكوى دي على محمل الجد، نادي الزمالك هيصعد للمحكمة الرياضية الدولية ضد احمد شوبير في قضية تعمد اثارة الجدل حول استقرار نادي الزمالك وتزعزع استقرار نادي الزمالك. شكرا لكم في النهاية، أتمنى انضمامكم لعائلتنا الصغيرة بعد حذف القناة الكبيرة. شكرا لكم، السلام عليكم.